عسلامة يا جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير. مؤخرا خرج لنا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتصريح مثير للجدل، هات نسمعوه. بلي يجيب الارهاب لحدا تونس ولا باش يهدد فيه تونس نخلو له الخيمه تاع والديه. سمعتوه بذنيكم شنو قالكم؟ قالكم اللي يجيب الارهاب لتونس نخليو له الخيمة متاع والديه. قلبوا على تونس الرئيس عبد المجيد تبون، محن قليبك. اما احنا باش نسكتوا؟ لا 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 لا، عنا ليه جواب، اتفرجوا معايا. اليوم محاصرين نتيجه الضربات الامنيه. نعطي لك مثلا كتيبه عقبه، يقول القائل هذوما على شهبته، هم القيادات في كتيبه عقبه كلهم جزائريين، لانه ديما في الكتيبه المهاجرين هم اللي يحكموا في الانصار، قالوا المهاجرين هم الجزائريين والانصار كذا. وباش نعطيك بالادله، لقمان ابو صخر اللي تمت الاطاحه به من طرف وحدات الحرس الوطني في سيدي عيش هو تزيري. ابو سفيان الصيفي اللي تم القضاء عليه من طرف وحدات الحرس الوطني قبل رمضان في حي شلبي هو تزيري. ابو ياسر اللي قضينا عليه في عمليه بيرين وشدينا فيها خير الدين البرهومي هو تزيري. الور القيادات معظمها الجزائريه تم القضاء عليه، هم هذوما كلهم كانوا يجيوا بتعليمات من عبد الملك دروكدال لإعادة هيكلة وترميم الكتيبة بعد الضربات اللي خذتها. أفاد مصدر أمني تونسي أن العناصر الإرهابية الثلاثة الذين قتلوا في عملية عسكرية بولاية القصرين يحملون الجنسية الجزائرية، موضحا أن 2 منهما هما من القياديين الجزائريين فيما يسمى بكتيبة عقبة بن نافع المتطرفة. تواصلت عمليه التمشيط ولوندمان لقينا ثاني ل 11 وربع احنا والجيش الوطني وقت ما اكتشفنا المكان. العمليه هذه الاهميه نتاعها وين؟ الاهميه في نوعيه العباد هذوم. ساعه العنصر الاولاني هذايا اللي هو بلال القبي، هذايا التحق بالجماعات الارهابيه في جبال تيزي وزو اللي هي منطقه الشمال في تنظيم القاعده ببلاد المغرب الاسلامي في عام 1993 وقت عمره 15 سنه. معناها هذايا متربي في الجبال، يعرف الجبال. عمره 15 سنه التحق بهم غادي. في 2014 ولا هو نقطة الربط بين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وكتيبة عقبة اللي هي الذراع نتاع تنظيم القاعدة في تونس، وبعد نحكيو على التفصيلات هذه. وهو ولا يتردد بين الجبال المتاخمة للقصرين والجبال الجزائرية اللي هي جبل الأبيض ومنطقة الجنوب كما يسميوها غادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. بالنسبة للعنصر الثاني، العنصر الثاني زاد هذا عمره 35 سنة، هذايا اسمه هويته هو البشير بن ناجي عمره 35 سنة. الكونية نتاعو هذايا هو حمزة النمر، وكلمة المر هي اختصارا لكلمة النمر. هذا التحق في الجماعات الإرهابية في الجزائر في 2003 وانضم في 2013 بعد 10 سنين إلى كتيبة عقبة. هو تونسي هذا؟ لا جزائري، زوج جزائرية تنجيك من بعد في القيادات كيفاش تتم العملية. هذايا المؤكد شارك في كل العمليات الإرهابية اللي منذ انضمامه في 2013 اللي عملتها كتيبة عقبة بدون استثناء، اللي استهدفت الوحدات الأمنية في بولعابة ولا في هنشير التل ولا كل هذا يعني من أخطر مخطط ومنفذ لها. والخطوره نتاعو انه هو امير سريه جبل سمامه، تو نحكي لك من بعد لان الكتيبه مصطلح عسكري والسرايا هي تابعه للكتيبه، خاطر ثم سريه في جبل الكاف وسريه في جندوبه وسريه في الشعامبي وسريه في سمام. هذا الامير نتاع سريه جبل سمام. الخطوره الاكثر نتاعو انه هو خبير بالمسالك الجبليه اللي تربط بين الجبال التونسيه والجبال الجزائريه. هم خسروا زاده بخلاف الاهميه نتاعو هذه، خسروا دليل اخر وخبير بالجبال والمسالك هذه البعيده عن المراقبه الامنيه. من الحاجه الرابعه ديما القيادات في كتيبه عقبه اللي هي ديما الذراع نتاع تنظيم القاعده، لانه جند الخلافه ونحكي لك عليها اللي هي داعش في تونس، هي جند الخلافه. جند الخلافه موجوده عندها امير في جبل المغيله وعندها امير في جبل سلو، هذا التقسيم الجغرافي. معناها هما تو محاصرين الارهابيين الموجودين في تونس، محاصرين وانتم محاصرينهم. اليوم محاصرين نتيجه الضربات الامنيه. نعطي لك مثلا كتيبه عقبه، يقول القائل هذوما على شهبته، هم القيادات في كتيبه عقبه كلهم جزائريين، لانه ديما في الكتيبه المهاجرين هم اللي يحكموا في الانصار، قالوا المهاجرين هم الجزائريين والانصار كذا. وباش نعطيك بالادله، لقمان ابو صخر اللي تمت الاطاحه به من طرف وحدات الحرس الوطني في سيدي عيش هو تزيري. ابو سفيان الصيفي اللي تم القضاء عليه من طرف وحدات الحرس الوطني قبل رمضان في حي شلبي هو تزيري. ابو ياسر اللي قضينا عليه في عمليه بيرين وشدينا فيها خير الدين البرهومي هو تزيري. الور القيادات معظمها الجزائريه تم القضاء عليه، هم هذوما كلهم كانوا يجيوا بتعليمات من عبد الملك دروكدال لاعاده هيكله وترميم الكتيبه بعد الضربات اللي خذتها. الله 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 الله، سمعت عم تبون؟ سمعت إرهابيين الكل اللي في تونس من الدرية،
أصولهم جزائرية كلهم. كتائب، شفت كيفاه الإرهاب انتوما راعية ليه. محبتاش منك عمي تبون، محبتاش. ربي يهديك. حاجة واحدة قبل ما نمشي، تونس راهي كبيرة، تونس راهي أقدم من الجزائر وأكبر منها في التاريخ وفي كل شيء، والشعب التونسي قادر إنه يلقي صدره للكرتوش ولأي خطر يتهدد تونس. ما هيش مستحقة لحتى فرد خارجي. انت راك تزيري تقعد جار، كيف ما قلت تقعد جار، نحترموك وتحترمنا، تحترم تونس.